بيرني ساندرز. بيرني ساندرز هو سيناتور أمريكي مستقل من ولاية فيرمونت، وطول عمره مناصر للقضية الفلسطينية، وعنده شهامة ومروءة وإنسانية، ودايما له تصريحات قوية. اللي أبو نضارة ده عارفينه بيرني ساندرز، ودايما بيقول الحق، ودايما بيقول إن إسرائيل بتعمل إبادة جماعية وقتل متعمد، وبتنتهك شروط الحرب الدولية، وإن نتنياهو ده مجرم حرب. زي ما انتوا عارفين، احنا عملنا فيديو قبل كده وقلنا ان الكونجرس الامريكي دعا مجرم الحرب السفاح مصاص الدماء النتن انه يروح يلقي خطاب، معرفش يلقي خطاب يقول ايه، يقول فيه ازاي احنا اتفننا في قتل الفلسطينيين والاطفال والشيوخ والنساء، ولا ايه بالظبط. المهم بيرني ساندرز طلع وقال ازاي مجرم حرب وواحد مطلوب من محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية يجي في وسط الكونجرس الأمريكي ويلقي خطاب على الكونجرس ومجلس الشيوخ. خطاب المفروض النتن يروح يوم 12 ولا 13 يونيو ويلقي الخطاب ده. يعني هم بيستقبلوه كزعيم مثلا مخلص حرب وفايز فيها، ولا يعني على أي أساس تم دعوته؟ أمريكا دايما بتفاجئنا، يعني المفروض هي بلد الحقوق الإنسان والديمقراطية والمبادئ العادلة، وهي الشرطي الأول والوحيد في العالم، والسوبر باور اللي هي عندها مفروض حيادية. مش عارف أمريكا ليه والكونجرس دعا هذا السفاح مجرم الحرب مصاص الدماء إنه يجي ويلقي خطاب. فبيرني ساندرز طول عمره جريء وشجاع وعنده إنسانية وبيفهم سياسة، قال لهم أنا مش هحضر جلسة الخطاب بتاعة نتنياهو، وإزاي إحنا يتم دعوتنا، يتم دعوة الباشا النتن مجرم الحرب ده يجي أمريكا ويلقي الخطاب. هو قال ده ضد مبادئ أمريكا كلها، عشان الراجل ده بيعمل إبادة جماعية وقتل متعمد للفلسطينيين. احنا بنحيي بيرني ساندرز من هنا وبنشكره على مواقفه الطويلة الكويسة المحترمة اللي كلها إنسانية. طبعا يا بيرني انت هتتفشخ هناك في أمريكا، والناس اللوبي الصهيوني واللوبي الإسرائيلي مش هيسيبك في حالك على تصريحاتك. ربنا يديك الصحة ويقويك. ويعني احنا لو في منك 5-6 في أمريكا والله كده يمكن الدنيا تختلف شوية، وسياسة أمريكا يعني تتغير ويبقى فيها حيادية شوية او عدل، اهم حاجه العدل. فشكرا يا بيرني، دايما بنتابع تصريحاتك، وطبعا بنقول لنتنياهو انت ولا ويلكم ولا مرحبا بيك في امريكا، ولا مرحبا بيك في اي حته. انت تقعد مطرح ما انت قاعد يا نتن يا سفاح يا مجرم. وكفايه كده النهارده. اعزائي المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين. شكرا لحسن المتابعه. ميرسي.